مستر عمار انا عندي مشكله في الايلتس listening. بتقول الايلتس listening؟ yeah. تعال اقول لك تعمل ايه بالظبط عشان تضمن اعلى سكور في الايلتس listening section. لو هدفك تجيب في الايلتس listening section باند سكور 7 او اعلى 8 او 9 فركز معايا عشان في الفيديو ده هقول لك على اهم الحاجات اللي تخلي بالك منها عشان تضمن انك تعلي سكورك في الليسننج سكشن. معاكم مستر عمار عادل والحمد لله قدرت اوصل لباند سكور 9 في الايلتس listening تيست. من اكتر السكشن اللي ممكن ترفع فيها السكور بتاعك هو سكشن الليسننج، وده لانه ما فيهوش اي تقدير سبجكتيف، يعني تقدير كده حسب التيتشر او حسب الاكزامنر اللي بيمتحنك. هو 1 زائد 1 بيساوي 2، حليت صح هتاخد الفول مارك، حليت غلط للاسف هيقع منك السكور بتاعك. فتعالوا الاول نفهم ستراكشر الامتحان وازاي نتعامل مع كل جزء من اجزاء الامتحان. اول حاجه امتحان الليسننج مدته حوالي 30 minutes، بتمتحن فيهم 40 سؤال او 40 questions، متقسمين على 4 parts 4 اجزاء. واهم معلومه لازم تعرفها في الاول ان انت هتسمع الاوديو مره واحده بس، مفيش اعاده ولا باوز. الجزء الاول بتكون conversation او محادثه ما بين شخصين عن حاجه حياتيه، في الغالب بتبقى مكالمه على الموبايل او على التليفون، زي مثلا حد عايز يحجز في فندق، او حد عايز يأجر شقه، او ينرول in a course يسجل في كورس. وطبعا part 1 هو اسهل جزء في الامتحان. part 2 بيبقى برضه سهل شويه نوعا ما، اسهل من 3 و 4، وده بيبقى عباره عن شخص واحد بيتكلم على موضوع معين جنرال برضه، زي مثلا جوله جوه متحف او شرح لمكان معين او اعلان لحاجه معينه. بعد كده part 3 وهنا بتبدا درجه الصعوبه تزيد في part 3 و part 4. part 3 من اكتر الحاجات اللي بتلخبط الستودنتس، وده بسبب ان هو بيكون conversation ما بين 2 او 3 او اكتر، وبيبقى conversation في حاجه academic، حاجه اكاديميه، زي مثلا مشروع بروجكت تبع الجامعه، او مثلا دكتور بيتكلم مع مشرف او مع ستودنت طالب. فمهم قوي تركز هنا كل واحد قال ايه بالظبط وكل واحد رايه ايه بالظبط. اخيرا part 4 وده بيكون اصعب جزء في الامتحان، وده بسبب ان هو بيكون lecture او محاضره اكاديميه، يعني دكتور مثلا او بروفيسور بيتكلم بسرعه على توبيك معين، عشان كده لازم تتمرن على الجزء ده كويس. طيب سؤال مهم، ايه بقى انواع الاسئله اللي ممكن تجيلي في كل سكشن من الاربعه دول؟ ممكن يجيلك multiple choice انك تختار اكتر من اجابه صح، ممكن يجيلك fill in the gaps انك تكمل summary مثلا او تكمل notes، او حتى ممكن fill a table انك تملى جدول، او label a diagram انك تحط labels او معلومات على رسمه او diagram، او انك تختار short answer او اجابه قصيره. من اكتر بقى الحاجات اللي بتضيع منك درجات في امتحان الليسننج هي انك بتبدا تقرا الاسئله مع الاوديو وهو شغال. لا، هو امتحان الايلتس بيديك فرصه حوالي كام ثانيه كده تقرا فيهم الاسئله بسرعه قبل ما تسمع الاوديو، فمهم قوي تجهز نفسك في الفتره دي وتبقى عارف نوع الاجابه اللي انت بتدور عليها. هل انت بتدور على نمبر يعني ده تليفون نمبر مثلا، ولا بتدور على اسم مثلا مكان او بليس؟ وكمان فكر فيها من ناحيه جرامر، هل انت بتدور على noun ولا verb؟ تاني غلطه ناس كده بتعملها انه بيركز على سؤال واحد بس وهو بيسمع، فممكن اصلا الجزء ده يفوتك وانت ما تاخدش بالك وتفضل تخسر في درجات واسئله تانية بعدها بسبب ان انت ما زلت مركز في السؤال اللي هو اوريدي ضاع منك. عشان كده مهم دايما تبقى بتفكر في سؤالين في اجابتين، وتعرف ان لو واحده فاتتك خلاص هنط على طول على اللي بعدها واكمل الانسرز بتاعتي، ما اقفش واخسر كل الدرجات بسبب سؤال واحد. وكمان حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها، لو الانستراكشنز بتاعت السؤال بتقول لك no more than 2 words او 3 words، فتتاكد ان انت ما تحطش اكتر من كلمتين او 3 او حتى كلمه حسب ما السؤال بيطلب منك، لانك لو ما التزمتش بالانستراكشنز دي الاجابه بتاعتك هتبقى غلط حتى لو هي صح في السكريبت. من الحاجات كمان اللي ممكن تساعدك انك تخلي بالك من الترانزيشنز، كلمات زي however او moreover، actually، instead، finally، كل دي كلمات هتساعدك تعرف انت في انهي جزء من السكريبت وتعرف تطلع الاجابه. لو انت هتمتحن على الكمبيوتر مهم قوي تتمرن على التايبنج وتبقى الكتابه بتاعتك سريعه، لان الاوديو مش هيستناك تكتب، لازم تكتب بسرعه وتجامب بسرعه بعينك على السؤال اللي بعده. واخيرا لو عايز تحسن الليسننج بتاعك ما تنساش تمرن نفسك دايما انك تسمع انجلش كتير من نيتيف سبيكر، زي مثلا تيد توك اللي موجود على اليوتيوب، او زي الريسورسز الكتيره المتاحه لمذاكره الايلتس. ولو عايز خطه مذاكره كامله للليسننج اكتب مهتم وهنديك هديه كامله من عمار اكاديمي. بالتوفيق للجميع، اشوفكم على خير.